يقولون في الحديث الذي أحسبكم تحفظونه: إذا توضأ المسلم أو الرجل أو ابن آدم خرجت ذنوبه، إذا غسل يديه خرجت ذنوبه من تحت أظفاره حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فملي كتمضمض تتخرج الذنوب التي ربما قد تلفظت بها. ملي كتغسل وجهك كتخرج الذنوب التي نظرت إليها. ملي كتغسل رجليك الذنوب التي سعيت إليها. وحنا عارفين ريوسنا شحال مقفرينها. فملي كتمشي نعم سيدي تغسل تدير واحد 3 ديال الامور. المساله الاولى هو انك تدير واحد العباده اللي هي عباده التطهر لاجل الصلاه، هذه رقم 1. فما كنمشيش لانني كندير حركات، تنمشي نعبد الله في الوضوء، هذيك عباده. وملي كنتوضا قلنا اعبد الله. المساله الثانيه هو انني كنمشي لواحد الباسينه، لواحد الحوض اللي غنغسل فيه ذنوبي. واش راه النبي عليه الصلاه والسلام قال لك: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم ايبقي ذلك من درنه، يعني الوسخ، ايبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال: فكذلك الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. وكتبدا نعم سيدي في الوضوء. ثم المساله الثالثه في الوضوء التي يستشعرها العبد، هذا الشيء كله راه باقي ما دخلناش للصلاه، راني كنوجدوا. يستشعر العبد هذه المساله في الوضوء شنو هي؟ النبي عليه الصلاه والسلام ممكن بحسب الاوصاف اللي حنا قريناها ديال السيره النبويه، ومهم انكم تطالعوا على الاوصاف، واظن انها غتكون في هذا الاسبوع هذا شي حاجه متعلقه، ويجب ان تكون شي حاجه متعلقه بالمذاكره في اوصاف رسول الله عليه الصلاه والسلام، الخلقيه، الاخلاق، والخلقيه من حيث الصفات ديالو وكذا. الا ما كانش هكا مزيان يكون ما بين الشباب، ديري مثلا مجموعات، البنات بيناتهم والذكور بيناتهم، يكونوا مثلا مجموعات اللي يتذاكرون في كتاب، مثلا كتاب الشمائل المحمديه ديال الترمذي، او لا الكتاب الشمائل يكون مشروح ولا كذا، ممكن المذاكره في هذه الامور. احنا دابا عرفنا الاوصاف النبي عليه الصلاه والسلام، ومن الناس ربما الحاضرين هنا، اسال الله الا يحرم احدا، اللي يقدر يكون شاف النبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا مطابقا لتلك الاوصاف ورآه على الحقيقه، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما شافناش حنا. وهذا السؤال طرح على النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا: يا رسول الله كيف تعرفنا يوم القيامه؟ احنا شفتينا، احنا الصحابه شفتينا، لكن دوك اللي غيجيو من وراك انت متي وجاو ناس اخرين كيف تعرفهم؟ ويعطوهم النبي عليه الصلاه والسلام مثال، قال لهم: الا شي واحد فيكم عنده واحد المجموع، كاينه واحد المجموعه ديال الخيل كلها كحله، والخيل ديالو هو غره محجله، يعني عندها هاد التحجيله هذه ديال وجهها هنا بالبيض، والقوائم ديالها، الفراقش ديالها عزكم الله، والقوائم ديالها مضروبه بالبيض، والعود هو اما كحل اما برقي احمر، لكن فيه هذيك التحجيله بالبيض وفيه هذيك الغره هنا بالبيض. قال: الا يعرف خيله بين خيل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله يعرف خيله، انا راه باين الخيل كلها كحله وهذوك فيهم ليطاش بيضين، يشوفهم يعرفهم. قال: فكذلك تردون علي، يعني على الحوض يوم القيامه، غرا محجلين من آثار الوضوء. تسمع هذا الحديث وتستغرب، الذي لا يتوضأ أصلا كيف يطمع أن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنت ملي كتمشي تتوضأ كتمشي تعبد الله من خلال الوضوء، هذه وحدة. المسألة الثانية هو أنك تستغفر الله لذنوبك من خلال حركات الوضوء، الله كيغفر الذنوب. والثالثة كيف تديروا ملي كيكون عندكم شي كولوك ولا شي حاجة، تديروا البادج، اللي عنده البادج تيدخل، اللي ما عندوش البادج اسمح لينا حبيبي، لا والله انا معاهم، لا واخا تحلف الايمان المغلظه ما كاينش البادج ما تدخلش. انت ملي كتمشي للوضوء كتمشي ان صح التعبير تتهز ذاك البادج اللي غيعرفك به النبي عليه الصلاه والسلام. انت بغيتي تلبس هذاك البادج باش تقول: يا رسول الله انا من هادوك اللي صاروا على سنتك وكانوا يتوضؤون. كتسالي الوضوء، انت راك غسلتي، راه تنقيتي، راه درتي خيري في راسك، وتغفروا الذنوب ان شاء الله تعالى، والنبي عليه الصلاه والسلام يعرفك بهذا. وملي كتسالي قال لك النبي عليه الصلاه والسلام: من اتم الوضوء، من اسبغ او ابلغ الوضوء، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال لك فتحت له ابواب الجنه 8 يدخل من ايها شاء.